طب انا اللي هشوفها بتشتري ما يدعى بالزبادي اليوناني والمربى الدايت بتوع البت سلمى بنتي دي هعضها. ما هو مفيش منطق ولا عقل يعني يخليني ادفع اضعاف اضعاف تمن الحليب في منتج غرقان مواد حافظه، وانا بايدي اعمله في البيت وباسرار بسيطه قوي اطلعه كريمي وقشطه كده واوفر فلوسي وصحتي. فيلا بينا. السر الاول لقشطاطه الحليب هو اني بضيف معلقتين كبار حليب بودره لكل لتر حليب سائل. طب انا ما عنديش حليب بودره، ولا يهمك خالص، ندخل على السر التاني. اي حاجه بورسلين عندك في البيت وحطيها في الحليب عشان نمنع فورانه. هدي النار خالص وسيب الحليب يغلي يغلي لحد ما يتبخر ويتقل معاكي قوي كده. بعد ساعة تقريبا من الغليان سيبيه يدفى زي دمعة العين كده، هتلاقيه طلع معاكي قشطة حلوة بالشكل ده. أنا على فكرة بشيلها على جنب وبستخدمها في حاجة تانية. احنا أصلا الحليب بتاعنا بعد إضافة الحليب البودرة وبعد ما تبخر جزء كبير من المواد السائلة اللي فيه بقى دسم جدا، والحليب دافي زي دمعة العين. بنزل بقيمة معلقتين كبار زبادي لكل لتر حليب وحركهم لحد ما يدوبوا كده. بغطي الحلة واسيبها في مكان دافي بعد كام ساعة بس، وحتى لو في عز الشتاء اوعدك هيتحول لزبادي بالشكل ده. وعشان احول الزبادي البلدي العادي ده لزبادي يوناني بصفيه من الشرش اللي فيه لحد ما يبقى بالسمك ده، ونحاول ما نطولش عليه قوي في التصفية عشان ما يتحولش معانا اللبنة. نضربه في الكبة هنلاقيه كريمة وقشطة بالشكل ده. على فكرة انا خدت جزء منه كنت مصفياه وقت زيادة شوية واستخدمته كلبنة، ومش هكلمكم بقى عن جمال طعمها مع لقمة عيش ناشفة. أما الجزء التاني فحضرت له صوص فراولة مشبع ومناسب للدايت، عن طريق اني رشيت شويه سكر ستيفيا على شويه فراوله وتلات اربع معالق ميه ورفعتهم على النار، واول ما طفيت النار ضفت بذور شيا منقوعه عشان تديني احساس اكبر بالشبع. على فكره لو سبتي الصوص ده على النار فتره اطول هيتحول معاكي لاحلى مربى صحيه مشبعه هتناسب كل انواع الدايت. المهم بصب الصوص بتاعي ولما يبرد خالص بنزل عليه بالزبادي اليوناني اللي انا عملته. وشوفوا لي بقى الجمال والقوام القشطه اللي لا يمكن تفرقوه عن الجاهز ابدا، بس من غير مواد حافظه ولا مثبتات طعم وقوام ولا فلوس كتير ووجع قلب. انا عن نفسي كوبايه زبادي زي دي الصبح مع شويه جرانولا صحيه زي اللي عملتها لكم قبل كده بتسد معايا جدا وبتديني كل القيم الغذائيه والعناصر المشبعه اللي تخليني شبعانه لحد المغرب لو بعمل دايت. جربوها وقولي لي رايكم. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك قريت مقولة كده وعجبتني قوي. المقولة دي بتقول: أحب النوافذ والسماء ودعوات الأحبة، أحب كل شيء يدخل النور لحياة الإنسان. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.